ولدتي؟ بصي يا ستي، الفيديو ده فعلا مختلف شويه لان انا بكلمك فيه من ام الام، من واحده حست بمشاعر كتير وقت الولاده ومحدش فاهمها على حاجات كتير، فانا حاسه بيكي جدا ومجمعه لك كل الحاجات اللي انت محتاجه تسمعيها بعد الولاده وتفهمي التعليقات الصح من التعليقات الغلط. لما بتيجي تولدي في بعض الانتقادات وبعض الكلام بيتقالك، وانا جايه ارد عليكي بقى في كل حاجه من اللي بيتقالك ده عشان ما تصدقيهاش، لان هي في الاغلب اكاذيب او حاجات غلط ومفهومه غلط. زي ايه؟ زي اول حاجه ممكن تتقالك انه مالك فشكلتي كده او تخنتي او بطنك كانك ما ولدتيش. هو ايه اللي حصل؟ الفكره ان الرحم بيتمدد طول فتره الحمل اللي هي حوالي 9 شهور. ازاي بين يوم وليله كده اول ما تولدي هيرجع لحجمه الطبيعي؟ ده مش منطقي. الرحم بيحتاج حوالي 40 يوم عشان يرجع لحجمه الطبيعي لان هو اتمدد طول 9 شهور. طب وفي عوامل كتير بتفرق حسب ال 40 يوم، يعني مش كل حد زي التاني، في حد بيرجع بسرعه اكتر وحد تاني بياخد فتره اطول. ده بيختلف من حد لحد حسب ايه؟ حسب هو ولد طبيعي ولا ولد قيصري. طبعا الولاده الطبيعيه بيرجع بسهوله اكتر وبسرعه اكتر عن الولاده القيصريه، فلو انت والده قيصريه توقعي ان المده ممكن تطول عن حد تاني ولد طبيعي. وحاجه كمان هي الرضاعه. على فكره الرضاعه بتفرق جدا في شكل البطن وشكل الرحم ان هو يرجع بسرعه اكتر. الرضاعه الطبيعيه بتطلع هرمون اسمه الاكسيتوسين، الهرمون ده بنسميه بالدارج كده هرمون الحب، اللي بيطلع نتيجه ان انت بترضعي البيبي فبيولد حب ما بينك ما بينه. وفي نفس الوقت نفس الهرمون ده بيعمل انقباضات في الرحم، فبتلاقي وقت ما انت بترضعي خصوصا اول اسبوع او اسبوعين من الولاده بتلاقي كانه وجع زي وجع الدوره. ده بسبب الهرمون ده اللي بيطلع وبيساعد على انقباضات الرحم وبيرجعها بسرعه لوضعها الطبيعي. عشان كده لو واحده ولدت طبيعي وبترضع طبيعي اكيد متوقع ان هي هترجع لبطنها العاديه اسرع بكتير من حد ولد قيصري بيرضع صناعي. عشان كده المفروض تسكتي اي حد ان هو يفهمك انه انت بتخنتي على طول بعد الولاده، وفهميهم انها مجرد وقت. ولو انت عديتي ال 40 يوم وما رجعتيش لبطنك زي قبل الولاده، عايزه اقول لك ان ده ممكن يكون بسبب 3 حاجات، وكل حاجه منهم وليها حلها، يعني مش نهايه الدنيا. اول حاجه ان انت ممكن تكوني اكتسبتي وزن زياده اصلا وقت الحمل، يعني انت مش اكتسبتي وزن الحمل بس، لكن عموما زدتي في الوزن. وده ممكن ترجعيه بان انت تلتزمي في اكلك بعادات صحيه. انا كنت عامله لها فيديو لوحدها وهحطها لك في الاي فوق وفي الديسكربشن تحت، ممكن ترجعي الفيديو ده هيظبط لك شويه عادات هتلاقيكي بتخسري وزن اثناء الرضاعه من غير ما تعملي دايت عنيف او اي حاجه. تاني سبب ممكن يخليكي ما تعرفيش ترجعي وزنك قبل الولاده هو ان انت بقى بتعتمدي على الوصفات بتاعه تيتا والوصفات الشعبيه بتاعه الغايت والحلاوه الطحينيه عشان تزودي اللبن. وانا صدقيني قلت كذا مره ان دي خرافه ومش بتزود اي حاجه غير وزنك انت. عشان كده ارجعي للفيديو اللي اتكلمت فيه عن ازاي نزود فيها اللبن بطريقه مضمونه جدا وفي اسرع وقت. الفيديو هسيبهولك في الاي فوق وفي الديسكربشن كمان عشان تعرفي ترجعي له. تالت سبب ممكن تخلي بطنك ما ترجعش زي قبل الولاده هو ان يحصل حاجه اسمها ابدومينال باوتش. دي بتحصل بسبب ايه؟ لو احنا اصلا عندنا عضلات البطن كانت ضعيفه، فممكن يحصل اتساع اثناء الحمل ويجي بعد الولاده نتيجه انها ضعيفه ما تقدرش تشد وترجع لحجمها الطبيعي او شكلها الطبيعي. وده بيحصل بالذات مع الولاده القيصري. طبعا ده محتاجه تمرينات، مش محتاجه بس مجرد اكل او حاجات زي كده. ممكن اعمل لكم فيديو عنها مخصوص، فلو انت محتاجه فيديو عن الابدومينال باوتش او اللي هي العضلات المرتخيه حاولي اكتبي لي في التعليقات. بس عايزه اقول حاجه ان احنا ما نستعجلش في التمارين دي، لان المفروض نستنى 6 شهور على الاقل بعد الولاده القيصري ونرجع طبعا للطبيب المعالج اللي هو ولدنا، يعني نتاكد ان ينفع نعمل فيه تمرينات اصلا في الوقت ده ولا جسمنا غير مؤهل. تاني كذبه بقى الناس هتحاول تقنعك بيها لو انتي والده طبيعي ان الم الولاده الطبيعيه المفروض بيحصل بس قبل الولاده، والم الولاده القيصريه بعد الولاده. فلو انتي والده طبيعي المفروض تاني يوم على طول تكوني بتنضفي الشقه وبترضعي البيبي وتعملي اكل وبتعيشي حياتك عادي خالص من غير اي الم. الموضوع ده خرافه، لان ناس كتير ما تعرفش ان في حاجه اسمها فتحه التوسيع اللي بتحصل في المهبل اللي بتنزل فيها راس البيبي بالذات في الولادات الاولى. يعني لو دي اول ولاده ليكي عاده بتكوني مريتي بالموضوع ده، والالم او المكان ده بيكون مؤلم فعلا وبتكوني مش قادره تتحركي او تتعاملي على طبيعتك، وبياخد معاكي حوالي اسبوعين عشان يرجع للمرحله الاولى اللي هي مرحله ما قبل الولاده، وممكن كمان يكمل معاكي لشهر. مش معنى ان الطفل بيعيط انه عايز يرضع. يا لهوي. دي اكتر حاجه كانت بتحصل لي لما ولدت يا جماعه. انا كل ما يعني بناتي كانت بتعيط خدي رضعي. كان موضوع تهمه قوي، بس الحقيقه ان هو مش كله عياط علشان الرضاعه، لكن في اسباب تانية كتير قوي بتخلي الطفل يعيط خصوصا في اول 3 شهور من الولاده. ايه بقى قصه ال3 شهور الاولى دي؟ ال3 شهور الاولى من الولاده بنسميهم الفورث ترايمستر او الربع
الثلث الرابع من الولاده. ايه قصه بقى اول 3 شهور من الولاده؟ ايه قصتهم؟ بنسميهم حاجه اسمها الفورث ترايمستر، يعني الثلث الرابع من الحمل. يعني الطفل من الاخر كده لما هو اتولد هو مش فاهم ان هو اتولد، هو فاكر نفسه لسه في رحمك. بمعنى ايه؟ بمعنى الاصوات العاليه والدوشه والانوار العاليه، كل الحاجات دي ممكن تثير ان هو يعيط، فده ممكن يكون سبب ان هو الطفل بيعيط. كمان عدم تنظيم النوم، هو انت ممكن تكوني لسه مش فاهمه عدد ساعات اللي محتاجها وكميه الوقت اللي هو بينفع يصحى. يعني في اطفال مثلا لو بالذات في الاول لو تخطت الساعه لسه صاحيه، جهازها العصبي هيستثير ويفضل يصوت فيكي، مش معنى كده ان هو جعان. لازم تقري او تفهمي عن الموضوع ده. انا كمان كنت عامله عنه فيديو تنظيم النوم للرضع، وهسيبه لك برده في الديسكربشن وفي الاي فوق، عشان لما ترجعي له صدقيني هتساعدك انت تفرقي بين عياط النوم وعياط الرضاعه. اللي فات بقى ده كوم، وفي حاجه اسمها بقى عياط المغص، ده كوم تاني. عياط المغص ده فظيع وما بيخلص ومستمر وصوته عالي جدا وليه صفات مميزه، وبرده اتكلمت عنه في فيديو لوحده، فارجعي له. الحاجات دي هتفهمك امتى نرضع الطفل وامتى لا، مش كل عياط يعني رضاعه. وعايزه اقول لك انه احيانا من كتر ما انت بتفهميها رضاعه، فلو هو عنده مغص هيتمغص زياده، فافهمي الموضوع احسن ما انت تستعجلي في موضوع الرضاعه، لان انت نفسك هترهقي والطفل مش هيستفيد. الناس كلها للاسف لما تجيلك هتقول لك مالك منفوخه كده ليه، مناخيرك بقت دبل او ايديكي منفوخه، الدبله مش عارفه تلبسيها. بس ما حدش هيفهمك ان دي حاجه طبيعيه. الهرمونات اللي بتعلى في الجسم اللي هو هرمون البروجستيرون، ده هرمون الحمل، بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها سولت ووتر ريتنشن، يعني بيعبي في جسمك ميه بملح، في الخلايا كلها بتكبر، كله حاجه بتتنفخ، وده طبيعي وحاجه مؤقته. وانس الهرمون ده هيبتدي بعد الولاده تدريجيا هينزل معاه كل النفخه اللي حاصله دي. بس الموضوع مش بيحصل كده، يعني مش اول ما تولدي هتروح النفخه، الموضوع بياخد وقت. رابع حاجه بقى للاسف ممكن كتير من الستات تتعرض لها، انه ناس كتير تتهمها ان هي بقت كئيبه او شكايه او بتنهار كتير بدون اسباب واضحه. الموضوع ده يا جماعه مش معقول ان حد يعاتبنا عليه، لانه اصلا بعد الولاده بيحصل انهيار شديد قوي في كل هرمونات الحمل، وده بيدخل مود اي ست لسه والده في اكتئاب طبيعي حتى لو ما حصلش اي حاجه. فده مبدئيا، فلازم نحترم الكيمياء بتاعه الجسم ونحترم التغيرات اللي هتحصل بسبب تغيرات الكيمياء دي. ده غير طبعا الالم اللي بتسببه الولاده، سواء طبيعيه زي ما كنا بنحكي من شويه او ولاده قيصريه، ده برضو بيزود احساس الاكتئاب والالم والتعب، غير قله النوم اللي بقى يحصل فجاه، غير ان فجاه بقى عندك كائن متعلق فيك 24 ساعه مش سايبك دقيقه حتى لنفسك. فانت طبيعي تحسي ان انت منهاره وتحسي ان انت مش طايقه حياتك وان حياتك اتقلبت 180 درجه، وطبيعي ان انت تحسي باكتئاب، لان دي طبيعه المرحله، وانت معذوره جدا في كل التغيرات اللي بتحصل لك. المفروض اللي حواليك يقدموا لك المساعده او على الاقل ما ينتقدوكيش، والهرمونات هتوصل لمراحلها الطبيعيه، فالدنيا شويه وهتعدي وتبقي احسن بكتير. لو انت حاسه بس في موضوع الاكتئاب ده بالذات انت مش بتحسني، الموضوع بيزيد وحاسه ان انت بتدخلي في افكار سيئه وشديده تجاه نفسك او تجاه الطفل، حاولي ان انت تطلبي المساعده او تروحي للدكتور، لانه الموضوع ممكن فعلا مش عشان انت مستهتره او فيكي اي مشكله، لكن ده بيحصل طبيعي بعد الولاده. فيستحسن لو في مشاكل كبيره او انت مش قادره تعدي الموقف انت تروحي للدكتور، هو هيساعدك بادويه. ودي يا ستي كانت اغلب التعليقات اللي انا فاكراها اللي بتتقال دايما للست اللي لسه والده. وللاسف هما مش بس بيدوكي انت تعليقات، لكن كمان مش بيرحموا الطفل من التعليقات. تعالي اقول لك ايه التعليقات اللي ممكن تسمعيها عن طفلك، وايه اللي تصدقيه، وايه اللي الكلام كله عباره عن خرافات وما تسمعيش خالص. من اسوأ بقى التعليقات السخيفه واللي فيها مؤذيه جدا لو الام مشيت وراها، هي تعليق على اللبن بالذات بعد الولاده على طول. ناس كتير قوي عشان خايفين على الطفل يقولك مال لبنك خفيف قوي كده وقليل قوي كده، ما تدخليه صناعي، يعني حرام عليك الطفل. عايزه اقولك بقى ان لبنك اللي هما بيوصفوه بان هو خفيف وقليل ده اهم واحسن لبن ممكن الطفل ياخده في الوقت ده. اللبن ده بنسميه لبن السرسوب او الكولوسترم. اللبن ده بيكون فعلا كميته قليله، وفعلا ممكن يكون بالنسبه لهم خفيف او هما مش شايفينه وانت نفسك مش حاسه بيه، بس هو كميته القليله دي هو مركز جدا فيه خلاصه كل الخلايا المناعيه والاجسام المضاده اللي جسمك عملها طول فتره حياتك، وانت كانك بتديها هديه كده للطفل عشان تحميه من كميه امراض وعدوات ممكن تحصل له طول فتره وهو بيرضع. عشان كده اللبن ده لو هتدي لبن صناعي لاي سبب اوعي تستغني ان انت تديهوله، صدقيني اللبن ده افيد لبن ممكن ياخده.
طب بالنسبه بقى هو ليه حجمه قليل كده وانت نفسك مش حاسه بيه؟ حجمه قليل لان ببساطه كده الطفل بيتولد اصلا معدته صغيره جدا، وهو مش قادر يستوعب كميه كبيره، يعني هو مش نازل ياخد ازازه لبن كده ويرضعها، يعني هو طفل صغير جدا حجمه على بعضه 3 كيلو. حجم معدته في الوقت ده بتستوعب حوالي 3 ل 5 مللي بالكتير قوي، بتبتدي تزيد تدريجيا. في اول 3 ايام مش متوقع ان اللبن يزيد او ان هو احتياجه للبن يزيد، لكن متوقع ان الكميه اللي انت بتديها له هي بالظبط احتياجه، وهو بالظبط اللي هو محتاجه في اول فتره. دخول اللبن الصناعي ما ينفعش يكون مقترحات كده من الاهل او استحسانك الشخصي، دي حاجه المفروض الدكتور هو اللي بيقررها حسب وزن الطفل وحسب الزياده الطبيعيه وحسب الوزن اللي هو اتولد بيه. فالموضوع ده ما ينفعش نقرره كده مع بعض او وسط العيله او قرارك الشخصي، لكن لازم يكون الدكتور هو ده قراره بناء على وزنه وبناء على درايه الطبيب بيه. بمناسبه الرضاعه بس في حاجه مهمه قوي تكوني عارفاها بالذات في اول اسبوع من الولاده، هو انه بيحصل بعد 3 ايام من الرضاعه الطبيعيه حاجه اسمها انجوجمنت، او انه الثدي بيتحجر جدا باللبن الموجود فيه، لانه فجاه كميه اللبن دي بتتحول من لبن السرسوب للبن اللي هيرضعه الطفل بعد كده، واحتياج الطفل بيكون لسه ما كبرش بنفس المعدل. الموضوع ده اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديوهات زي زياده اللبن وفيديوهات زي البريست بامب او شفاط الثدي الكهربائي. كل الفيديوهات بتاعه الرضاعه هحطها لك في الديسكربشن تحت عشان لو حصل معاكي الموضوع ده تعرفي ازاي تتعاملي معاه صح. للاسف كل الناس هتفكرك تاخدي فيتاميناتك وتلتزمي بيها في فتره الحمل، لكن مش كتير قوي هيفكرك بيها بعد الولاده. بس انا جايه اقولك ان هي مهمه زي ما هي كانت مهمه في فتره الحمل، مهمه كمان في فتره بعد الولاده، بالذات الكالسيوم والحديد. والكالسيوم بالذات الحديد مهم لو فقدتي بالذات دم اثناء الولاده او بعديها، وده الطبيعي بيحصل، فمهم ان انت تاخدي الحديد عشان كده عشان تعوضي الدم اللي فقد. والكالسيوم مهم جدا اثناء فتره الرضاعه الطبيعيه، لان انت بتاخدي لو في نقص كالسيوم في جسمك بتاخدي من كالسيوم العظم، وده بيعمل لك هشاشه عظم. ده غير كمان ان هو بيأثر على عظم الفك، وناس كتير بتشتكي من اسنانها بعد الولاده. وبرده الفيديو ده كنا ممكن اتكلم عنه، لو انتم محتاجين اكتبوا لي في التعليقات تحت. الناس كلها هتهتم قوي بالتطعيمات الاساسيه، لكن مش كتير قوي اللي هيقولك اهميه التطعيمات الاضافيه. التطعيمات الاضافيه فعلا مهمه، لو عندك مقدره تاخديها ما تتردديش تعملي كده، وطبعا في اماكن موثوقه. يعني انا مثلا بودي في فاكسيرا، في فروع كتير ليه غير بتاعه الدقي، يعني انا مثلا بودي في مصر الجديده، فانت حاولي ابحثي عن اماكن وجود في فاكسيرا، ولو عندك المقدره تدي التطعيمات الاضافيه. كنت اتكلمت برده عنها في فيديو لوحدها وهسيبها لكم في الديسكربشن. بس فكره التطعيمات الاضافيه يعني هتكلم على نوع معين انا بصفه شخصيه اصحابي تعرضوا له، حاجه اسمها تطعيم الروتا فيروس. الروتا فيروس ده بيجيب اسهال شديد جدا وعنيف وترجيع، والموضوع ده بيدخل الطفل في جفاف وممكن يتحجز في المستشفى بسببه. فالتطعيم ده بالذات يستحسن نديه للطفل في اول 3 شهور، لان هو فعلا مؤذي لو الطفل اتعرض ليه. اخر نقطه بقى ممكن تسمعيها او اخر تعليق بالنسبه لي انا، ده اللي كنت بمر بيه او بسمعه من الناس اللي حواليا، انه في ناس ممكن تنتقدك ان شعرك بيقع كتير قوي، او ان انت هتقرعي، او ايه اللي حصل فيكي، او انت عندك مشكله ما. انا هقولك بس على حاجه، انا مش بقول ان انت ما بتعمليش تحاليلك وتطمني على نفسك وتروحي لدكتور جلديه، ده حاجه كده اساسيه، بس لو ما فيش اي مشكله في اللي فات ده فهو دي فتره طبيعيه نتيجه الهرمونات. برضو الهرمونات مسببه لحاجات كتير منها سقوط الشعر. هرمونات الحمل بتخلي الشعر في حاله نمو وبناء، ما بيقعش خالص، بتخلي حالته كانك كده رابنزل في نفسك. لكن في الحقيقه اول ما الهرمونات دي بتقل بينزل كل الشعر اللي هي طلعته في الوقت ده، وبتدي بقى الشعر يوصل للمرحله الطبيعيه بتاعته، بياخد سنه مثلا على الاقل عشان يرجع للمرحله الطبيعيه. فعايزاكي بس تاخدي فيتاميناتك، تتاكدي من تحاليلك وتصبري، يعني الموضوع مساله وقت وهيرجع شعرك مش لمرحله الحمل، لان دي مرحله بتاعه هرمونات، لكن مرحله ما قبل الحمل ان شاء الله بعد ما يمر حوالي سنه. طبعا احب اسمع تعليقاتكم واعرف ايه اللي مريتوا بيه في الفتره دي، واسمع ازاي مريتوا بالوقت ده.